أخوات الإخوة، السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقتكم الأسبوعية، الحصاد السياسي. كما ضربت لكم موعدا في اللايف السابق، قلت على أننا سنتحدث في هذا البرنامج إن شاء الله عن الحصيلة الحكومية للحكومة الحالية، حكومة تالوت الحزبي، حزب التجمع الوطني الأحرار، حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة. كما تعلمون فنحن نشارف على انتخابات تشريعية سنة 2026، وكان لابد من أننا نتفاعلوا مع تقييم ديال المنجزات ديال الحكومة الحالية، وكذلك نناقشها بصدر رحب ونتفاعلوا حولها، وكذلك نقدموا الإضافات اللي يمكن لنا أننا نتحاوروا حولها، وكذلك نعطي من خلالها مجموعة من الملاحظات ربما لاتخاذ بعين الاعتبار من أجل الوصول إلى البرنامج الحكومي اللي على أساسه نالت الثقة الحكومة ونصبت دستوريا قبل كذلك تعيينها من لدن جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. إذا كنتحدثوا على مجموعة ديال البرامج الحكومية، كنتحدثوا على نموذج التنموي للمملكة المغربية. هذا نموذج جديد ارتضى من خلال جلالة الملك محمد السادس أنه يعطي واحد رجة وانطلاقة رجة تنموية في بلادنا الحمد لله، خاصة في الجانب الاجتماعي وكذلك في التنمية الاقتصادية، وكذلك في التغيير ديال مجموعة ديال الأنماط ديال التعامل مع المرفق العمومي والخدمات المرفقية، لأن المغاربة كلهم كينتظروا الشيء الكثير من الصحة والتشغيل وكذلك التعليم. في هذا الإطار كنذكروا بالسجل الاجتماعي الموحد. هذا سجل في إشارة قوية على أن المملكة المغربية وفي إطار الحكومة الحالية كتسجل واحد قفزة نوعية من أجل تحديد مجموعة من الأولويات فيما يتعلق بالناس اللي محتاجين الدعم. وهذا الدعم بطبيعة الحال في إشارة قوية على أن المغرب يبني هذه الخدمات ديالو على أساس المساواة، وعلى أساس كذلك الأخذ بعين الاعتبار الفئة الاجتماعية، لا أقول هشة، اللي كتحتاج المساعدة وتحتاج المواكبة. وفعلا هذا السجل الاجتماعي الموحد فيه مجموعة ديال الأرقام اللي هي مهمة بمكان، وكتحدد من يستحق ومن لا يستحق في إطار بطبيعة الحال هذا الاستحقاق لا يمكن أن ينعكس على المواطنة، لأن هناك الفئة بطبيعة الحال العاملة واللي عندها واحد التغطية اجتماعية وعندها واحد التغطية صحية، وكذلك تتوفر على مجموعة من المقدرات. وكاين الناس اللي ما عندهمش هذه بطبيعة الحال فئة اجتماعية كتخاض بعين الاعتبار، وكذلك تقدم لهم مجموعة من المساعدات من أجل لا أقول سد رمقهم، ولكن من أجل أن تعيش عيشا كريما في رفاه اقتصادي وكذلك اجتماعي. إذا هذه نقطة أولى. النقطة الثانية فيما يتعلق بدعم السكن، لأن هذا الدعم فيه إشارة قوية على أننا أمام واحد توجه حكومي قدر على أنه فعلا على أنه يواكب الاحتياجات ديال السوق الوطنية في دعم السكن. وصبحنا كنتحدثوا على دعم السكن ماشي الاجتماعي، ولكن بطبيعة الحال المتوسط. هذه فيها إشارة قوية على أن واحد المساعدة كتعطى مباشرة للمقتني السكن الأساسي، وكذلك فيها إشارة قوية على أن الدولة كتأخذ بعين الاعتبار على أن السكن اللائق هو أحد الأسس اللي خصنا ناخذها بعين الاعتبار من أجل الاهتمام بالقضايا ديال المواطنات والمواطنين. فيما يتعلق كذلك بالصحة، التغطية الصحية الإجبارية مهمة بمكان. صبحنا نتحدثوا على التغطية الصحية العامة لجميع المواطنات والمواطنين من طنجة للقويرة، وفي هذا الإطار كنقولوا على أن هذه التغطية الصحية اللي انتقلنا منها من نظام ديال الرامد الى نظام امو فعلا خصنا نفتخروا بها، لان فيها اشاره قويه على ان لا احد مقصي من الولوج ديال السبيطارات والمستوصفات وكذلك الاستشفاء. وفيها واحد الاشاره قويه على ان الصحه الدوائيه والصحه كذلك بجميع تمثلاتها اصبحت واحد الاليه اللي خصنا ناخذها بعين الاعتبار على مستوى البنية الحكومية. وهذا الأمر أعطينا من خلاله إشارة قوية على أن نموذج الدولة الاجتماعية هو من أحد البارومترات اللي خصنا نتخذ بعين الاعتبار. وفعلا الحكومة خدت على عاتقها التسريع ديال الوتيرة ديال تنزيل مجموعة من البنى التنظيمية وكذلك الإجرائية والمسطرية. وكنتحدثوا كذلك على الهيئة العليا للصحة، وكنتحدثوا كذلك على مجموعات الصحية على مستوى الترابي. هذه كذلك إشارة وتوسيع ديال الرقعة ديال البنية التحتية الصحية على مستوى الوطني. هذه في بطبيعة الحال والتجهيز والصيانة. ما نساوش على أن هذه الحكومة كذلك
اصطدمت مجموعة من الإشكالات، وأولا إشكالية الماء، لأن إشكالية الماء الأخوات والإخوة هي مهمة، وخصنا ناخذ بعين الاعتبار على أننا أمام واحد المحك واللي هو حقيقي، وخصنا ناخذ بعين الاعتبار على أن الماء كما تعلمون وجعلنا من الماء كل شيء حي، هي مادة حيوية للعيش لاستمرار الحياة الإنسانية. وفعلا أصبحنا كنشوفوا على أننا أمام واحد الدور أساسي قامت به الحكومة من أجل تجسير البنى وخلق طرق للمياه، وهذه فكرة جد مهمة بمكان. يعني ما عندناش العطش والحمد لله، ما وصلناش للمستوى ديال العطش. كذلك توسيع ديال الرقعة ديال بناء السدود، بطبيعة الحال 14 راهم في قيد الإنشاء و12 كذلك في بطبيعة الحال الدراسة، وكذلك سيتم تنزيلهم على أرض الواقع. كذلك السدود التلية، كانت هناك تعريبات ملكية سابية لأنك تكون هناك سدود تلية، وكذلك الاستراتيجية المائية ديال 2027. وفعلا التوجه اللي كتقود الحكومة عبر وزارة بطبيعة الحال الماء، وزارة التجهيز والماء، فيها إشارة قوية على أن كاين واحد التقدم اللي هو ملموس، وخصنا ناخذه بعين الاعتبار وناخذه فيه واحد النقطة اللي هي مهمة بمكان، هو البديل. اصبحنا كنشوفوا واحد التوسيع ديال الرقعة ديال الاستثمار في تحلية مياه البحر، وكذلك التعاطي مع المياه العادمة وإعادة تدوير المياه العادمة. هذه من الآليات اللي خصنا نفتخروا بهم كأمة مغربية. أنا لا أمجد الحكومة بطبيعة الحال، أنا كنتحدث بصوت مرتفع، وكان نقول على ان نو لي بارفي، الكمال لله، يعني ما حتى واحد ما كامل، ولكن الحكومه الحاليه بطبيعه الحال قدمت واحد المجموعه ديال الخدمات وقامت بمجموعه من التوجهات تحت الرياده وكذلك توجيهات الساميه لجلاله الملك محمد السادس حفظه الله. ولكن كاين نقائص غادي نهضروا عليهم، وماشي عيب، ماشي عيب، لان حتى رئيس الحكومه ولا الوزراء تيقولوها على ان ما غيمكن ليناش نوصلوا لكل شيء. كنتحطوا على ان هذه الازمه ديال المياه هي ازمه عالميه، ولكن راه ما يمكنش نقولوا ازمه عالميه ونخليو الامور متروكه على او مفتوحه على المجهول. ولكن كاينه خدمه، كاينه عمل جبار، كاين هاد التوجهات اللي قلت على ان الاستثمار في تحليه مياه البحر، وكذلك انشاء مجموعه من المحطات ديال معالجه المياه العادمه اللي ولينا كنحاولوا منهم نسقيو بهم المساحات الخضراء، وكذلك نقوم بالاعمال اللي مرتبطه بالنظافه وغيرها من الامور اللي هي مهمه للحياه الانسانيه، وفيها العقلنه والترشيد ديال الماء بطبيعه الحال، لانه الان كنعيشوا على الواقع ديال الجفاف. بالتالي فهذا الماء لا بد لنا من بدائل، لان لما تحدث عن الماء كاين الجفاف، ما كاينش تساقطات مطريه، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ولكن الله عز وجل قال له فوق كل ذي علم عليم، يعني العلم لا بد ان ينزل ويفعل، وهذا هو التوجه اللي كيقود من خلاله جلاله الملك محمد السادس حفظه الله مجموعه الاجتماعات الدوريه مع رئيس الحكومه والوزراء المعنيين. وكاين هناك توجيهات صارمه لجلاله الملك لكل الاطياف الحكوميه، ومن أجل تنزيل مجموعة من الآليات خاصة التشريعية لمواكبة هذا التطور اللي خص المملكة تنجح فيه. وفعلا كاينه إشادة دولية خصنا نعتزوا بها في السياسة المائية ديال البلاد ديالنا. كذلك ما نساوش نذكروا بأنه الحكومة التزمت بإحداث مليون منصب شغل. في هذا الإطار يمكننا على نقولوا على أن كاين واحد شوية ديال التقهقر البنيه ديال الشغل، لان كاين فقدان ديال المناصب ديال الشغل. هذا فيه واحد الشق مرتبط بالبنيه الدوليه، لان كاين هناك اشكالات عريضه بالازمه الاقتصاديه التي تلت ازمه كورونا وكانت في ازمه كورونا، وكذلك بالتداعيات ديال التضخم وديال كذلك النقص في الموارد الماليه وغيرها من الامور اللي خصنا ناخذها بعين الاعتبار. لان حنا الحمد لله واخا هكاك كاين الاشكاليه ديال التضخم على المستوى الدولي، ولكن التضخم كنتحكموا فيه بين الفينه والاخرى، وكذلك عبر تشجيع مجموعه من البنى اللي يمكن لها انك تواكب القدره الشرائيه، وكذلك تواكب كذلك البنيه الاجتماعيه وكذلك الاقتصاديه. ما ننساوش على ان هذا النموذج التنموي الجديد وكذلك نموذج الدولة الاجتماعية ولا التغطية الصحية ولا توسيع رقعة التعليم وكذلك خلق مناصب الشغل هي إشكاليات عريضة ماشي للمغرب وحده ولكن مجموعة من الدول. ولكن ما كنقولوش العام مزيان، لأن الحكومة خصها تأخذ بعين الاعتبار على أن هناك إشكالات عريضة مرتبطة أولا بالمشكل المرتبط بالطاقة.
عندنا اشكاليات في الطاقه خصنا ناخذها بعين الاعتبار، لان التقرير الاخير ديال المجلس الاعلى للحسابات رصد واحد المجموعه ديال الاختلالات. حنا ما نضربوا لا في الوزير ولا في الحكومه، ولكن كنقولوا الحقيقه. لا، خص شويه ديال التسريع، وخص شويه ديال الانتباه، وخص شويه ديال ضبط الاليات والميكانيزمات اللي يمكن لنا من خلالها على اننا نسرعوا الوتيره ديال المشاريع الطاقيه، وخاصه على اننا عندنا واحد الباك جراوند، عندنا واحد التراكمات. عندنا نور واحد، عندنا نور جوج، عندنا مجموعه من البنى اللي كتعزز من خلالها الطاقه النظيفه، وكذلك البدائل ديال الطاقات المتجدده، وخدمات مجموعه ديال الهياكل، منها مازين، منها وزراء سابقون، وكذلك مؤسسات قامت بواحد الدور اللي هو كبير في هذا المجال. وبالتالي فخصنا ناخذ بعين الاعتبار ذوك التوجهات اللي رصدها المجلس الاعلى للحسابات في التقرير الاخير ديالو ديال 2024، ويتحدث على تقهقر وتراجع في المشاريع الغير منزله على ارض الواقع، لان المساله ديال الطاقه هي مساله حتميه. وسيدنا الله ينصرو كان تحدث في احد الخطب الملكيه الساميه على السياده في جميع المجالات، ومنها السياده الطاقيه، لان خصنا ناخذ بعين الاعتبار توجيهات الملكيه الساميه، وخصنا نقولها بصوت مرتفع على اننا امام واحد الثوره بنيويه خص تفر من خلالها جميع الجهود. حنا تنقولوها بعلو صوت على ان الحكومه الله يحسن عوانها، الحكومه جات في واحد الظرفيه اللي هي جد عصيبه، ولكن هذا لا يمنع من بذل المجهود، وكذلك ترك سجالات سياسيه لا بين الاغلبيه ولا مع المعارضه، لان كل مسؤول حتى المواطن مسؤول. وخصنا نشجعوا هذه البنيه عن طريق اولا نقطتين اساسيتين. النقطه الاولى تشجيع الاستثمار الوطني في الطاقات المتجدده وكذلك في الطاقات النظيفه، لان خلق نسيج مقاولاتي في هذا الباب خصنا ناخذه بعين الاعتبار، لانه مهم بمكان، وكذلك بالتزامن مع هذه الاوراش الكبرى ديال تحليه مياه البحر، وغيكون عندنا واحد الثروه مائيه اللي هي جد مهمه، وكذلك في الاستثمار في المناطق ديال الاقاليم الجنوبيه العزيزه، لان عندنا الحمد لله الشمس كاينه في المغرب ماشي ناقصه، وكذلك هناك كذلك الاليات اللي خصنا ناخذها بعين الاعتبار من اجل دعم المقاولات الوطنيه اولا في اطار الافضليه الوطني، من اجل الاستثمار في هذه المجالات والتسريع. قلت تسريع لان زمن السرعه مرتبط بهذا النظام العالمي الجديد، وما بقى حد كيتسنى. خصنا ناخذ هذا الشيء بعين الاعتبار على اننا كمغرب مقبلون على مجموعه ديال التظاهرات، وخاصه المونديال وكاس العالم 2030، وكذلك مجموعه من الاستثمارات تتقاطر على المملكه المغربيه او تريد ولوج السوق المغربيه اعتبارا من الوضع ديال الجيوسياسي بوباء افريقيا. حنا الان كنتحدثوا على النقل البحري الحمد لله مع السنغال، وتجاره مع مجموعه من الدول الافريقيه، كذلك الثقه الدوليه في المغرب، كذلك الثقه اولا قبل كل شيء في امارات المؤمنين وفي جلاله الملك. خصنا نستثمروا هذه الاليات. كذلك الاستثمار الاجنبي، الاستثمار الاجنبي راه مهم بمكان، خصنا نقدموا ليه مجموعه من لا اقول تنازلات، تحفيزات، لان مساله التحفيزات مرتبطه اولا بالرقمنه ديال الاداره. خصنا نسرعوا هذا واحد السؤال عريض كنوجهوه الوزير او الوزيره مسؤوله عن الاداره والانتقال الرقمي. خصنا تشجيع ديال مجموعه من الاليات اللي كتقضي على البيروقراطيه الاداريه، وكذلك على انها تشجع في تكوين الكفاءات والكوادر القادره على مواكبه هذه التوجهات اللي تيقودها سيدنا الله ينصرو. كذلك مساله اخرى كتتعلق بالمسائل المرتبطه بالشباب، لان الشباب خصنا ناخذ بعين الاعتبار على اننا بطبيعه الحال بنيه اجتماعيه مغربيه، خاصه على اننا خلصنا الى نتائج لا اقول مع الاسف ولكن محتشمه في الاحصاء العام السكن والسكنى، لان حنا باقيين عند رجلينا 36 مليون، يعني من 2014 ل 2024 راه قليله بزاف. وخاصنا ناخذ بعين الاعتبار على ان هناك مجموعه ديال الاشكالات المرتبطه اولا بضروره تحفيز الشباب على الزواج، هذه مساله مهمه بمكان، وكذلك على توفير قبل ذلك مناصب الشغل، وكذلك الاهتمام بالقضايا الشبابيه والتكوين، وكذلك بالاسره، مؤسسه الاسره اللي هي مهمه بمكان، وخاصه على اننا على مشارف الانتهاء من تعديلات التي سيتم اعتمادها من لدن المجلس العلمي الاعلى بقياده سديده من جلاله الملك محمد السادس فيما يتعلق بمدونه الاسره، اللي كنتمناو من هذا الباب على ان تاخذ بعين الاعتبار على ان القوامه الاسريه هي مهمه بمكان. ما يمكن لناش نهضروا على شي حاجه اخرى من غير الاسره اللي فيها الاب وفيها الام وفيها الابناء.
لان هذه اسره متزنه وخصنا نحافظوا عليها ونضمنوا الحق ديال الزوجه كما للزوج، وما تكونش هناك كما قال جلاله الملك محمد السادس حفظه الله على انني لا افاضل بين الرجل والمراه وانما او الابناء، وانما تحدثوا عن الاسره. نتبعوا الاقتفاء الاثر ديال سيدنا الله ينصرو وغادي ننجحوا في هذا المسار. كذلك يكون عندنا مشاكل ديال الشيخوخه ومشاكل كذلك مرتبطه بالتقاعد، لان اصلاح صناديق التقاعد هذه واحد طامه عظمى اعتقد على انه حان الوقت لاصلاحها وللتفكير في الاليات المرتبطه بتجاوز هذه المحنه اللي هي مرتبطه بواحد المجموعه ديال التراكمات، وخصنا ناخذها بعين الاعتبار من اجل ضمان الحقوق ديال المتقاعدين وكذلك ضمان عيشهم الكريم وكذلك استمرار تنمية ذواتهم وكذلك أسرهم، وكذلك بطبيعة الحال خلق واحد المناخ اللي ما يمكنش يوصل بنا إلى دور العجزة أو غير ذلك، لأن احنا كمجتمع مغربي ما كنأمنوش بهذه الخلفية وهذه الإيديولوجيا، لأن مجتمع إسلامي عربي متماسك. خصنا الأسرة دائما تبقى مستمرة في هذا الباب، وخصنا ندعموا هذه الفئات من أجل أن تستمر في بطبيعة الحال عيش كريم ومحترم، وكذلك بطبيعة الحال يروق بالها على أساس تمغربيت. هاد التوجهات كلها كنقول على أننا في هذا الإطار كنتحدثوا على أوراش كبرى، والحديث على أوراش كبرى لابد لها من التمويل. لأن علاش سبقت الماء وسبقت التشغيل وسبقت الصحة وهضرت على التعليم وغنجي حتى للفلاحة باش نهضر على الفلاحة، ولكن هاد المشاريع الكبرى الأخوات والإخوة خصنا فعلا ندركوا على أن هناك واحد المرحلة اللي حاسمة في التاريخ ديال التنمية المغربية اللي كيقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، واللي كيأكد على أن المغرب المستقبل ومن بين أولويات جلالته. وبالتالي فالسؤال العارض على أن الحكومة الحالية خصها تفكر في هذا النصف الولاية على مصادر التمويل. مصادر التمويل فيها واحد الجزئين اساسيين. اولا الرفع من منسوب، هي قامت واحد الدور مشكور في هذا الباب. الاستثمار العمومي هو مهم بمكان، لان الاستثمار العمومي تيخلق مناصب ديال الشغل ويخلق واحد البنيه اللي هي بطبيعه الحال قابله للتنميه وقابله على كذلك ضخ اموال معتبره في الميزانيه العامه للدوله، وكذلك خلق واحد الرواج اقتصادي اللي كيعود بالنفع على الاسر. مساله اخرى هو الاستثمار الدولي. الاستثمار الدولي كذلك خصنا ناخذه بعين الاعتبار، وخصنا نوضعوا واحد المجموعه ديال الاجندات. فعلا عندنا الميثاق الاستثمار هذا مهم بمكان، ولكن خصنا نواكبوا هذا الميثاق ديال الاستثمار بتحديد مجموعه الاولويات على المستوى المركزي ولا متمركز ولا مركزي. حتى الجماعه الترابيه ما نستثنيوهاش. المساله المرتبطه بالفلاحه، انا نرجع لهذه الفلاحه اللي هي تعد المصدر الاول لتمويل، لان الان حنا كدوله مغربيه كنا كنعتمدوا في السابق على الفلاحه لوحدها، ولكن هنا الان كنتحدثوا على الصناعه وكنحييو من هذا الباب الوزارات القائمه على هذا الباب، الاستثمار ولا الصناعه بطبيعه الحال والتجاره الخارجيه. كاين واحد العمل اللي هو جبار كذلك في اطار الماء وفي اطار كذلك التنميه المستدامه وغيرها من القطاعات. زعما الحكومه ما كاين ما نقول، ولكن كاين اشكالات مرتبطه بهذه البنيه الفلاحيه اللي خصنا نطوروها، وخصنا البنيه التحتيه ديال القريه خصنا نشكلوا من خلالها واحد الاطار اللي هو قادر على العطاء. راه ما يمكنلناش كنلقاو واحد البنيه الفلاحيه اللي هي مهمه مثلا في الشرق وما كاينش الاليات ديال المواكبه من خلال خلق منصات للتفريغ وللتعليب وكذلك للتصدير. لان كنتحدثوا على اننا غنبنيو واحد المجموعه ديال الموانئ جديده، على مطارات جديده، على تشييد طرق جديده، ولكن ما نستثنيوش العالم القروي، لان العالم القروي مهم بمكان، والتنميه القرويه هي مهمه بمكان. لان الراحل الحسن الثاني وجلاله الملك محمد السادس حفظه الله كان دائما كيعطي هذه الاولويه للتنميه القرويه، وكانت عندنا وزاره ديال التنميه القرويه. وبالتالي فالتنميه القرويه خصنا نشوفوها بواحد البعد استراتيجي، واحد البعد اللي هو عصري، ونخلقوا واحد الفلاحه اللي هي عصريه اللي كتقوم على الذكاء الفلاحي. هنا كنهضروا على الذكاء الاصطناعي، هنا يمكننا نهضروا على الذكاء الفلاحي ونكونوا الفلاحه ديالنا. راه ماشي عيب الانسان يشتغل في الفلاحه، ولكن الفلاحه ما بقاتش قاده على انها تستوعب الفلاح الصغير والفلاح المتوسط، لان الفلاح الصغير والمتوسط لابد له مواكبه. ما بقاوش غير ديما كنعولوا على الدعم. نعم الدعم هو مهم بمكان، ولكن توسيع الرقعه ديال الاراضي المزروعه هذا هدف من اجل تحقيق كما قال سيدنا الله ينصرو السياده الغذائيه. وهذه السياده الغذائيه لابد لها من مقومات، وهذه المقومات فعلا الوزاره الوصيه كتقوم بادوار الى جانب جميع الفرقاء. ان هناك تداخل، من كنهضروا على الماء، كنهضروا على الفلاحه، كنهضروا على الصناعه الغذائيه، كنهضروا على التجاره، على الاستيراد، على التصدير. هذو مجموعه ديال البنى
الاستراتيجيه اللي هي متداخله فيما بينها. وبالتالي كنقول على ان الحكومه خاصها تاخذ بعين الاعتبار على ان التنميه القرويه خاصها تنصف بهذا المعنى. خصنا نصفوا التنميه القرويه، وكاين خبراء، كاين مفكرين، كاين كذلك شركات وطنيه وشركات دوليه اللي يمكن لها تقدم الخبره في هذا الباب، وانها تشجع التنميه على المستوى القروي. كونوا متاكدين على ان الهجره القرويه ما غتبقاش، وعلى ان الى صلحنا البنيه التحتيه القرويه وحدثنا واحد الريزوطاج او واحد التشبيك على مستوى القروي، غتولي واحد التنميه اللي هي ترابيه وغتعود بالنفع على الجماعات الترابيه، لاننا الان مقبلون على المناظره ديال الوطنيه الجهويه المتقدمه، وهذا هو الفيصل. خصنا نناقشوا في هذه المناظره اللي غتكون في هذا الاسبوع، وبطبيعه الحال غتكون من اليوم الجمعه والسبت والاحد بمدينه طنجه، على ان ناخذ بعين الاعتبار هذه المؤشرات وهذه الحقائق ونكرسوها في واحد البنيه اللي هي تنمويه قادره على تخفيف العبء على الحكومه المركزيه. لان المشكل الاخوان والاخوات ماشي في التمويل بالدرجه الاولى، حتى في فكر كحكومه خصنا نغيروا الافكار اللي يمكن لنا ما نجحاتش ولا ما عطاش الاكل ديالها. ليه ما يمكن لناش نخرج لعند المواطن نقول له انا فشلت؟ مزيان نقول له فشلت، ولكن هذاك الفشل خصنا نعطيه واحد المجموعه ديال البدائل اللي يمكن لها على انها تاخذ بعين الاعتبار هذا التوجه. مساله اخرى الاخوان والاخوات اللي مرتبطه بالغلاء، هذه نقطه الحكومه خصها تاخذها بعين الاعتبار. ما يمكن لناش نستمروا في تقديم الدعم بهذه الطريقه. فعلا المواد الخام هي غاليه، الطاقه هي غاليه، هناك تحرير السوق ديال المحروقات، ولكن ما نساوش ان المجتمع المغربي راه مجتمع اللي هو بسيط، راه ماشي كلشي لاباس عليه. واحد المجتمع اللي هو بسيط عنده ديك الكفيفه ديال السوق خصو يجيبها، عنده خصو يجيب الحمايه، خصو يجيب المسائل الضروريه لوليداته، خصو يخلص المدرسه، خصو يخلص الكرا. اذا هذه البنيه خصنا ناخذوا من خلالها بعين الاعتبار على ان نزيدوا من وتيره الصناعات ديال صنع بالمغرب والصناعه الانتاجيه المغربيه اللي غتخفض لنا شويه الاسعار، لاننا حنا كدوله اول مصدر ديال الحمد لله ديال المنتوجات الفوسفاتيه خصنا نعتزوا بها، وعندنا واحد المخزون اللي هو فوسفاتي اللي هو مهم، وكذلك البذور المشتقه من الصناعه الفوسفاتيه هي موجوده. وخصنا ناخذ بعين الاعتبار على انه لا مناص من تطوير الفلاحه والمنتجات الغذائيه باش نخفضوا من التكلفه المعيشيه، وكذلك الطاقات المتجدده نشجعوها ونزيدوا في التدبير المجالي ديالها والتوسيع ديال الرقعه ديال باش نخفضوا من كذلك الضريبه الطاقيه، وكذلك نوسعوا من الرقعه ديال سوق الشغل. لان كلما زدنا المشاريع، لان انا ما كنهضرش من الفراغ، لان كاين تقارير دوليه اللي كتقول المغرب نعم جد متقدم، وحنا كمغاربه دائما كنتوقوا وراء جلاله الملك الى الامام، وخصنا نقولوها بعلو صوت على اننا كمغاربه وراء جلاله الملك، وخصنا دائما نعتزوا بالمؤسسات ديالنا، وكذلك ننير الطريق ديال الحكومه. يمكن نعارضوا الحكومه، هذا ماشي عيب، حتى رئيس الحكومه ولا جميع الوزراء الامناء العامون، لا السي اخنوش ولا السي نزار بركه ولا كذلك التالوت بطبيعه الحال مدبر للمرحله المرتبطه بالاصاله المعاصره، لا فاطمه الزهراء المنصوري ولا السي بن سعيد ولا كذلك غيرهم، كيأكدوا بالملموس على انهم بطبيعه الحال كيرحبوا بالنقد البناء. وكذلك المعارضه السي الزين مشكور، وكذلك السي دريس الشقار، وكذلك بطبيعه الحال السي جودار وغيره من الاحزاب السياسيه، لان كذلك خصها تاخذ بعين الاعتبار على ان التفاعل مزيان مع الحكومه، ولكن ما نقولش الحيحه، ولكن النقد البناء خصنا نتفاعلوا فيما بيننا. واخا الحكومه تنقول على انها عندها اغلبيه مريحه، وكاين الاغلبيه المريحه راه في مصلحه المواطن، وحتى المعارضه عندها اليات دستوريه خصها تقوم بها من اجل خلق واحد المناخ اللي هو مهم. فعلا عندنا قاده سياسيين محنكين، خصنا نقولوها بعلو صوت، راه عندنا قاده سياسيين كيتحدثوا لغه سليمه وكيفكروا بصوت مرتفع، وعندهم كذلك كفاءات داخل الاحزاب ديالهم السياسيه، وكمواطنين كذلك خصنا نواكبوهم بالانتاج الفكري. وكذلك هادشي اللي كله قلتو راه ما يمكن ليش يتم الا عبر مباركة مواطنة، لأن جلالة الملك لما يخاطب شعبه يقول شعبي العزيز، وشعبي العزيز معناه على أن هناك الأسرة الكبيرة لجلالة الملك التي يحيطها بالعناية وبالمحبة وبالتقدير وكذلك بالعمل المستمر وكذلك البناء. بالتالي فكحكومة كنقول على أنه
حان الوقت للتسريع من ديناميات هذه الاوراش. وما نقولوش على المجلس على الحسابات كيدير الملاحظات ديالنا، نعم كيدير الملاحظات، هذيك مؤسسه دستوريه ومن حقها تقول الحقيقه، وكذلك مجلس المنافسه وغيرهم، وكذلك الهيئه الوطنيه لمحاربه الرشوه والوقايه منها وغيرها من المؤسسات الدستوريه، خصها تقول هذيك الكلمه، وخصها دائما تبقى منفصله على البنيه الحكوميه. لماذا؟ لانها هي كلسان حق تتقول على ان لا هناك اختلالات. اختلالات ماشي كنقولوا هذا كيسرق، اختلالات يعني ضعف المنسوب ديال الانتاجيه المرتقبه من ذلكم المبيان ومن ذلكم المشروع. هذا هو الاساس. ما نقولوش كنتقصوا من الحكومه ولا كنتقصوا من الاحزاب السياسيه، لان هذا بعض المصطلحات اللي كنشوفها في بعض القنوات اليوتيوبيه وبعض المنصات الفيسبوكيه مع الاسف فيها شويه ديال المزايده. ما بقاوش تزايدوا على بعضنا البعض. انا تمغربيت راه واحد النشان على ظهورنا وعلى اكتافنا وعلى رؤوسنا. خصنا نقولوا على تمغربيت خصنا نتحملوا المسؤوليه. الناس سيدنا الله يسر قال غير مره انتم مسؤولون عمن تختارون. فهذه المسؤوليه بطبيعه الحال حنا كناخذوها كحكومه وكناخذوها كمعارضه وكناخذوها كمواطنين، لان اون بارل توجور لو نو نحن. ما نقولوش على الحكومه ديال فلان، الحكومه ما ديال حتى واحد، هذه حكومه جلاله الملك وحكومه دستوريه معينه على اساس النتائج الانتخابيه التشريعيه، باش تكون مطابقه منبثقه على المؤسسه التشريعيه اللي هي مجلس النواب، باش نكونوا متفقين لان كيختاروهم المواطنات والمواطنين. بالتالي فكنقول واحد التوجه اللي خصنا ناخذه بعين الاعتبار كحكومه، بما انني كنتحدث عن الحكومه، وبما اننا قربنا ننهيو هذه الولايه الحكوميه اللي هي كتمتد ل5 سنوات، حنا دابا داخلين على 25 يعني 26 هي غدا، ان نسرعوا من الوتيره ونديروا واحد لجان. هذا لا يمنع، خاصة في الميثاق ديال التمركز الإداري راه كاينة هذه الآلية ديال اللجان المشتركة بين وزارية، ونسرعوا من الوتيرة ديال التفعيل ديال بطبيعة الحال النموذج النموي الجديد وكذلك نموذج الدولة الاجتماعية، ونتحدثوا الأولويات. شوفوا مناش كيعاني المواطن. المواطن كيعاني دابا من الغلاء، المواطن خاصو العيش الكريم، المواطن خاصو الماء، خاصو تخفيض ديال التكلفة ديال الضوء، خاصو الطرق، خصو الاناره، خصو كذلك الرفاه الاقتصادي والاجتماعي. خصنا دائما نواكبوا في اطار كذلك الممكن، انا ما تنقولش المستحيل ولكن الممكن. ولكن الاستثمارات الاجنبيه راه موجوده، الراس مال بطبيعه الحال الاجنبي راه يبحث عن فرص الا درتي له البنيه التحتيه ديالو وهيئتي له الطاقات. الحمد لله عندنا واحد المجموعه ديال المشاريع اللي تلقى سيدنا الله ينصرو بمعيه الحكومه التي تنفذ تعليمات الملكيه الساميه في اتساق تام مع البرنامج الحكومي اللي على اساسه هنا الحكومه الثقه ونصبت دستوريا مجموعه ديال المؤسسات ديال التكوين. اصبحنا كنتحدثوا على مدن للمهن والكفاءات، هذا مهم بما كان على الدعم ديال بطبيعه الحال التكوين المهني وانعاش الشغل والكفاءات. نتحدثوا كذلك على التنميه ديال القدرات ديال العمال والعاملات، وكذلك كنتحدثوا كذلك على تحسين الظروف ديال العيش. ما نساوش الحكومه فعلا مشكوره خفضت من الضريبه على القيمه المضافه ديال المتقاعدين، مزيان، هذه مهمه. زادت في الاجور ديال بطبيعه الحال مجموعه ديال الاطياف اللي كلها من دون استثناء فيها ولو على دفعات وجروعات، ولكن بطبيعه الحال كاينه واحد حسن النيه من اجل تشجيع بطبيعه الحال البنيه التنمويه على تحقيق الاهداف المنشوده وكذلك احقاق العداله المجاليه والاقتصاديه والاجتماعيه على ارض الواقع. ولكن كنقول على ان البدائل كاينه بدائل اخرى لانها تزيد تسرع من تحسين الظروف المعيشيه والاقتصاديه والاجتماعيه للمواطنات والمواطنين المغاربه. هو التنميه الاقتصاديه. خصنا الاستثمار، ان كل ما كان عندنا البوابه ديال الاستثمار على انها غاديه في واحد الطريق اللي هو صحيح وكندعموها في اطار العلاقات. راه المغرب الحمد لله عنده علاقات جد متينه مع مجموعه من الدول الكبرى، نهضروا على الولايات المتحده الامريكيه، كنهضروا على دول الاتحاد الاوروبي، كنهضروا كذلك على دول مجلس التعاون الخليجي، كنهضروا على الصين مع طريق الحرير، كاين عندنا واحد البلدان عندنا معاهم التجاره الحره كالولايات المتحده الامريكيه، عندنا الوضع المتقدم مع كذلك الاتحاد الاوروبي. الحمد لله في العهد ديال جلاله الملك وبناء على التراكمات الايجابيه اللي بناها محرر الصحراء جلاله المغفور له جلاله الملك الحسن الثاني الله يرحمه، وجلاله المغفور له كذلك محمد الخامس رحمه الله وطيب ثرهما، على ان 25 سنه في ظل العهد الحديث راه ماشي سهله.
خصنا نعترفوا بهذه التوجهات الكبرى اللي ولات المملكه المغربيه كتعرف من خلالها اوراش كبرى. نتحضروا على ميناء طنجه المتوسط، كنحضروا كذلك على طريق الداخله تيزنيت، نتحدثوا على كذلك انبوب الغاز المغرب النيجيري اللي غيمر عبر 15 دوله، نتحدثوا كذلك على بطبيعه الحال المشروع الاطلسي، كنتحدثوا كذلك على توجه الكبير اللي حظى باجماع دولي على اساس مشروع الحكم الذاتي للمملكه المغربيه. كنهضروا كذلك على نموذج نموي، راه فعلا النموذج النموي السابق لم يعطي أكله، وجاء التوجه الملكي السامي على أن هذا النموذج ما بقى صالح. وهذا هو الدور ديال المؤسسة الملكية على أنها ضامنة لسير المؤسسات، وكذلك تؤسس لمنطق التوازن وكذلك التوجه البنيوي المرتكز على الخير والنماء لجميع المواطنات والمواطنين من طنجة إلى القويرة. وبالتالي كنقول على أن الحصيلة اللي خصنا ناخذ بعين الاعتبار والتوجيه اللي خصنا نوجهه للحكومة بأحزابها الثلاثة لأنه حان الوقت، وفي إطار بطبيعة الحال اجتماعات الأغلبية ولا كذلك واحد البنية اللي أسست لها الأغلبية على مستوى التشريعي، لأنها كتناقش مجموعة من القضايا قبل الولوج إلى منصة الترافع وكذلك الإنصات وكذلك تقديم الدلائل والترافع حول مجموعة من القضايا على مستوى المجموعة النيابية، المجموعة من كذلك اللجان البرلمانية، ولا على مستوى كذلك الجلسات العامة للغرفتين، على أنها بطبيعة الحال خصها تأخذ بعين الاعتبار على أن خصنا نجلسوا في هذه الاجتماعات ديال الأغلبية وننظموها بشكل كاع مسرع وكذلك لا أقول دوري، ولكن يأتي على أساس تسريع من خلال وضع واحد المخطط استراتيجي عنوانه النصف الثاني من الولاية الحكومية، من أجل أولا الزيادة في مناصب الشغل. كنقول مليون ديال مناصب الشغل، ما نقولوش أننا نقدروا نوصلوا لهذا المليون الشغل، ربما نوصلوا لأكثر من النصف ولا 3/4، ما لا ضير، لأن حتى الوضعية الدولية لا تسمح بذلك. ولكن كاين أوراش أخرى خصنا نزيدوا نوسعوا فيها، كإحداث منصات استثمارية وجذب رؤوس أموال استثمارية كبرى، وكذلك الاستثمار في التعليم، لأن مسألة التعليم فعلا كاين واحد المخططات اللي هي مهمة، وكاين واحد التحسين ديال توسيع الرقعة ديال المراكز ديال التكوين، ولكن حتى التأطير ديال المكون وكذلك الأساتذة وكذلك التحفيز ديالهم هي مهمة بمكان. ما نقولوش على أن التحفيز هو مادي بالدرجة الأولى، غير خلق لهم ديك الظروف الأساسية وكذلك المؤنسنة من أجل لعب أدوارهم، وكذلك خلق واحد البنية اللي هي كتماشى مع السوق الداخلية والخارجية من خلال التكوينات. كنقول على الجامعات مثلا على أنها خصنا نغيروا من النمطية ديال الجامعات المفتوحة على أنها تولي مقاولاتية. الجامعات مقاولاتية ما كاين لا في القانون ولا في الاقتصاد ولا في العلوم السياسية، ولا راه كاين مجموعة ديال النقاط الالتقائية اللي خصنا ناخذ من خلالها عبر الوزارة الوصية وقبلها الحكومة، على أننا نعطيو واحد الدينامية لخلق مجموعة من الإصلاحات اللي كتماشى مع السوق وكتماشى مع المطالب ديال المقاولات، وخلق مختبرات للبحث وكذلك للتجريب وكذلك لخلق النماء وكذلك التقدم المنشود من لدن جلالة الملك. إذن الأخوات والإخوة، أعتقد على أنني قد أحطت بكل النقاط الأساسية. أتمنى على أن ما قلته قد رافقكم. بطبيعة الحال الملاحظات ديالكم هي مهمة والتفاعل ديالكم كذلك مهم، ويمكن لنا كذلك دائما نتحدثوا على مجموعة من المواضيع، لا أقول الحارقة ولكن المواضيع المواطنة، في إطار من الاحترام وكذلك المحبة وكذلك تقديم البدائل من أجل المساهمة من كل جانب وحدب وصوب في البناء ديال الدولة الحديثة المغربية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله. إلى ذلكم أشكركم شكرا جزيلا، وإلى الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من برنامجكم الحصاد السياسي. إلى اللقاء.